من المؤكد طبعا ان اكيد كلنا سمعنا عن العرض اللي جاي لمحمد عبد المنعم نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر، واكيد طبعا كلنا عرفنا الرقم الضخم جدا جدا اللي هيدفع فيه. وبعد كده طلع الاعلامي سيف زاهر من خلال برنامجه الخاص واكد لنا المعلومه وقال ان في 4 لعيبه في النادي الاهلي هيدفع فيهم مئات الملايين عشان يمشوا. طب يا ترى هم هيمشوا؟ ويا ترى هيدفع فيهم الملايين دي كلها؟ ويا ترى اصلا في عرض ولا لا؟ كل ده هنتكلم فيه بالتفصيل. لكن كالعادة قبل ما نبدأ في اي حاجة، اتمنى لو انت لسه ما اشتركتش في القناة اتمنى تشترك في القناة، ده اكيد شرف ليا. وعايزين نوصل الفيديو ده لاكبر عدد من اللايكات عشان انتم مقصرين معانا شوية في اللايكات، فعايزين نشد حيلنا شوية ونوصل الفيديو ده لاكبر عدد من اللايكات نقدر عليه. يلا بينا نبدأ الفيديو. يا مساء الفل على احلى جماهير في الدنيا، رب يكون الجميع بخير وفي احسن حال. طيب قبل ما ابدأ في اي كلام، عايز كل الناس اللي بتسمعني دلوقتي وهي بتسمع كده تعدي الكلام على مخها قبل ما تتكلم في اي حاجة وقبل ما تفكر فيه او تشوفه ان هو كلام سلبي. محمد عبد المنعم جايله عرض ب 12 مليون دولار، عرض ضخم جدا تقريبا ما جاش للعيب مصري في الوقت الحالي خالص. طيب بعدها طلع الاستاذ او الاعلامي سيف زاهر المحترم وقال ان في 4 لعيبه في النادي الاهلي هيدفع فيهم مئات الملايين عشان انديه تانية عايزه خدماتهم. هل ده حقيقي او هل ده واقع او هل ده هيحصل؟ انا بقول لك لا، قولا واحدا لا. طب ايه اللي هيحصل؟ اقول لك يا سيدي، الموضوع وما فيه ان كل سنه في نفس التوقيت في نفس المكان في نفس الاحداث بيطلع نفس الخبر. يعني ايه اللي انت بتقوله ده؟ هقول لك. السنه دي قالوا ان محمد عبد المنعم جاي له عرض كبير قوي. طيب السنه اللي فاتت كان اليو ديانج جاي له عرض كبير قوي. السنه اللي قبلها كان محمد الشناوي جاي له عرض كبير قوي. السنه اللي قبلها كان محمد هاني مطلوب بالاسم. كل سنه في نفس التوقيت بيطلع نفس الخبر وما بيحصلش، فطبيعي جدا اني مش هصدق. يعني انا شايف ان من السذاجه ان انا اصدق كذبه مرتين، ما بالك بقى ب3 و4. طيب هي الكذبه دي اللي بيطلعها النادي الاهلي؟ لا طبعا، لا طبعا. امال مين اللي بيطلعها؟ اقول لك. اللي بيطلع الاخبار دي او اللي بيتكلم في المواضيع دي دايما بيبقى اعلاميين اهلاويه. اعلاميين اهلاويه؟ طب ما اعلاميين اهلاويه يعني النادي الاهلي؟ لا، انا ما قلتش قناه النادي الاهلي ولا حد بينتمي او بيمثل النادي الاهلي، والنادي الاهلي مالوش علاقه تماما بالموضوع. امال ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان الاعلام بيطلع الاخبار دي وبيبداوا يتداولوها، فالناس بتاخدها طبعا، ناس بتفرح وناس بتتضايق وي فالموضوع يفضل يكبر ويكبر ويكبر لحد ما يبقى كل الناس بتتكلم في الموضوع. طيب ليه النادي الاهلي ما بيطلعش يكذب الخبر؟ والنادي الاهلي اصلا يطلع يكذب الخبر ليه؟ هو النادي الاهلي هو اللي طلع الخبر؟ لا طبعا، النادي الاهلي ملوش علاقه. طيب ليه ما بيطلعش يرد؟ لانه مستفيد. مستفيد بايه؟ اقول لك. هيستفاد اول حاجه ان النادي الاهلي واحد اشتراه على نادي هيدفع ملايين. طب ما هو مفيش اصلا. ايوه، ما هو الصيت. النهارده لما انت تسمع ان فلان الفلاني ده مطلوب فيه او هيدفع فيه رقم مثلا كذا ورغم كده ما راحش، يبقى ايه؟ يبقى هو اشترى النادي الاهلي. فانت النهارده كجمهور تشوف ان النادي الاهلي ده هو اللعيبه بتشتريه. طيب بيأثر برضه في حاجه تانية، ايه هي؟ لما تيجي تجيب لعيبه هو بيبقى شايف ان النادي الاهلي ده اللعيب فلان الفلاني اشتراه. ما بالك بيا انا هتكلم في ايه وايه تفاصيلي؟ انا مش هتكلم في حاجه، انا عايز العب في الاهلي، وطبعا شرف لاي حد انه يلعب في الاهلي اصلا يعني، بس ده بيزود حته. طيب حاجه تاني كمان، اللعيبه الصغيره اللي موجوده في النادي الاهلي بيتبني عقيدتهم ان هم عاشقين للنادي الاهلي لان هم شافوا او سمعوا المواقف اللي حواليهم ان لعيبه كبيره اتعرض عليها ملايين الملايين ورغم كده راحت للنادي الاهلي. تعال اقول لك على دليل كمان. لما كانت الصفقه حقيقيه وفعلا في كلام وفي صفقه اللي هو حمدي فتحي، مش تمت؟ مش كان الموضوع قدام مصر كلها؟ مش النادي الاهلي نفسه اللي اعلن عن الصفقه؟ انما اي حاجه من الصفقات دي عمر النادي الاهلي ما هتلاقيه هو اللي بيعلن. برضو دليل تاني ان الصفقه الوحيده او العرض الوحيد اللي كان حقيقي اللي اتعرض على محمد ابو تريكه،
وده الحاجة الوحيدة اللي هتلاقي إدارة النادي الأهلي كل ما بيطلعوا في أي حتة بيتكلموا فيها، لأنه واقع حقيقة. هو فعلا جالهم عرض واتكلموا فيه، وكان فعلا عرض ضخم، وفعلا محمد أبو تريكة ساب العرض ده من أجل النادي الأهلي وجماهيره. واكيد احنا بينا الايام وهثبت لك ان محمد عبد المنعم مش هيخرج ولا حاجه. هتقول لي لا، ما هو الاهلي محتاجه فاكيد مش هيسيبه يطلع. هقول لك يعني محمد عبد المنعم مهم وحمدي فتحي مش مهم؟ حمدي فتحي اللي ما فيش زيه في مصر تقريبا دلوقتي مش مهم؟ يعني حمدي فتحي سهل يطلع؟ حمدي فتحي اللي بيلعب تقريبا في كل المراكز، اللي بيتحرك بين الخطوط كده زي الميه، حمدي فتحي ده نص الملعب حتى في مصر فيه ازمه. يعني الدور اللي بيلعبه حمدي فتحي تقريبا ما فيش حد في مصر بيعرف يعمله غير حمدي فتحي. يعني مركز المدافع ده محمد عبد المنعم لعيب كبير مفيش اختلاف، ومن احسن اللعيبه تاني اللي موجوده في القاره مش في مصر، من احسن المدافعين اللي موجودين في القاره مش في مصر، لكن مركزه موجود فيه لعيبه كتير تقدر تقوم بدوره. ممكن يكون مش زيه بس برضه قريبين منه في المستوى. لكن حمدي فتحي من اللعيبه فعلا اللي من الصعب انك تعوضها. النادي الاهلي ما بيقفش على حد، والنادي الاهلي قادر يرجع اي لعيب ويخلي فيه لعيبه احسن منه كمان، اكيد شيء اكيد يعني. لكن حمدي فتحي لعيب بقيمه كبيره قوي، فاقصد اقول لك لو محمد عبد المنعم مهم فاكيد حمدي فتحي برضو اهم او في نفس الاهميه. طب هو معنى كلامي ده ان محمد عبد المنعم مثلا لعيب عادي او لعيب ما تدفعش فيه الملايين؟ لا خالص على فكره، ولا اقدر اقول كده. محمد عبد المنعم بيقدم مع الاهلي عظمه، وانا واحد من الناس بشوفه من احسن مدافعين القاره، تاني من احسن مدافعين القاره. لكن هو الواقع بيقول كده، الواقع بيقول حمدي فتحي لما جه يطلع طلع ب 3 مليون. هو ده سعر اللعيب المصري للاسف. ممكن يزيد شويه بقى، ممكن يقل شويه، ده تسويق واداره وشغل ممكن، لكن ارقام كبيره قوي مش بتبقى منطقيه قوي، وده واقع. يعني هو المشكله مش عند عبد المنعم نفسه، لا هو ده واقع اللعيب المصري. يمكن شويه بشويه عمالين بنعلى برضه وبنعلى، لكن في الوقت الحالي هو رقم صعب. هتقول لي طب ما انت برضو اللي قلت ان زيزو الزمالك طالب فيه 10 مليون. هقول لك الزمالك طالب فيه 10 مليون ومن حق اي حد يطلب، لكن النادي هيدفع الله اعلم، وما اعتقدش ان هي تخلص ب 10 مليون ابدا يعني. لكن برضو تاني بقول لك اكبر دليل على كلامي ان دي حاجه بتحصل كل سنه في نفس التوقيت باسماء مختلفه. سلام.